صحي ونزل سياحي. نتمنى ان شاء الله من البلديه انه يعني تمهد الطريق من اجل يعني اهل القريه ومن اجل ايضا النزل السياحي. اي والله ودنا والله ودنا المكان يتمهد صراحه، لانه ايه في قريه الحريقه فعلا. هذا خط ترى 800 متر جبل سلا، في جبل سلا. نعم قريه الحريقه جبل سلا. الخط يا يحيى من المفرق الاسفلت لين هنا 800 متر. ايضا يخدم اهل القريه، يخدم اهل النزل، اهل المزارع اللي هنا. اي والله ان شاء الله الجماعه مزارع بن على فكره، مزارع بن يخدم هذا الطريق. نعم واقل من كيلو، وان شاء الله انهم ما يقصرون باذن الله سبحانه وتعالى. فيهم الخير والبركه. هذا الامل فيهم طبعا، اما البلديه او النقل والطرق. نعم والله ما يقصرون باذن الله يا رب. يا ها شوفوا الان احنا معلقين بالسياره في طريق تقريبا مسافته 800 متر في قريه الحريقه بجبل سلا. تخيلوا لو كان في هنا مثلا امراه حامل او شيء او حاجه، مريض لا قدر الله، كيف بتكون الحاله؟ وعلق زي كذا. ان شاء الله باذن الله انهم ما يقصرون، وهذا املنا فيهم باذن الله. الاسفلت نعمه، الان وصلنا الى بر الان تحس بقيمه الاسفلت تقول الحمد لله. الحمد لله اي والله. طريق مسفلته ومعبده لنا، وان شاء الله نزفلت هذا باذن الله. ان شاء الله تطلع مره ثانيه وهم لا ان شاء الله ثاني مره تجون وهم زفلت يا رب. قول ان شاء الله يا اخي، تفاعلوا بالخير. ما يقصرون باذن الله باذن الله باذن الله. راكم على خير، فرصه سعيده. الله يحفظك.